صديقي الزملكاوي، حبيبي الزملكاوي، اهلا بيك. فرحت في ماتش كهرباء الاسماعيليه، لقطت بالخمسه، عملت اللي انت عاوزه، لفيت الدنيا كلها وقلت انا كسبت وعملت ماتش عالمي واخدت الدوري وانتوا مش زينا. والزمالك بمن حضر وكل اللي عمله كابتن طارق السيد وكل الحاجات الحلوه اللي حصلت ديت. طب شفت النهارده الزمالك بيلعب زيسكو؟ ايه رايك؟ ايه رايك النهارده في نادي الزمالك؟ زيسكو النهارده بياخد اول 3 بونت في البطوله منك. زيسكو النهارده بيكسب اول ماتش منك. زيسكو الفريق المتزين المجموعه بيعمل ماتش على حسابك النهارده وبيكسبك. كان المفروض تكون انت اقوى فرقه في المجموعه. يا جماعه مش هينفع كل ماتش ممكن يكون في بوادر الفرقه بتتعدل والفرقه بتبدا تظبط والفرقه بترجع تاني، ان الجمهور والنفخه الكدابه بتاعت اللي بتعملها اللعيبه اللعيبه الكبيره بتاعت الزمالك دي كلها تبدا تتضخ في لعيبه نادي الزمالك وجهازه الفني وادارته وتحسسه ان هو عمل شيء عبقري وشيء ما حصلش. يعني ايه انت كسبت كهرباء الاسماعيليه 5؟ يعني ايه اللي حصل في موازين الكون وايه اللي اتغير؟ ممكن تقول لي ايه المشكله ان انت كسبت في الدوري ماتش ب3 بونت وعملت ماتش كويس قدام فرقه ضعيفه عادي جدا، تمام؟ فالدنيا بقى اتهدت وقامت وقعدت وكسبت الدوري، كسبت الاهلي وبيراميدز. بس النهارده بيبين لك قد ايه الفرقه مش محتاجه النفخه الكدابه اللي دايما الجماهير بتعملها، واللي دايما بعض اللعيبه المنتفعين واللي حابه للظهور بتعملها ورا الفرقه اما تكسب ماتش وهو ماتش قد كده. النهارده انت المفروض وانت بتبني فرقه من جديد ومعاك مدرب المفروض ان هو كويس، بتعمل تارجت اللي انت عايز تكسب بطوله زي الكونفدراليه ديت، تمام؟ عشان تحسن من دخلك شويه، عشان يبقى عندك ثقه، عشان يبقى اسمك خدت بطوله في الموسم، عشان تقدر تبني عليها. انت متخيل ان انت ممكن تخرج من البطوله ديت عشان ماتش النهارده؟ انت متخيل انه المصري لو كسب زيسكو وانت خسرت من كايزر انت خارج البطوله او اتعادلت؟ انت متخيل الخطوره اللي انت بقيت فيها عشان انت خسرت من فرقه المفروض كنت تركز في ماتش زي دوت، والبروباجندا اللي اتعملت حوالين ماتش كهرباء اسماعيليه ما كانتش تحصل عشان الناس تركز في الماتش الجاي وتركز في الكونفدراليه فبالتالي تقدر تكسب وتصعد؟ انت متخيل انت بتعمل في نفسك ايه؟ انت متخيل كزمالك انت بتحط في نفسك في مكان يعني